بمناسبة لبس الطاقية لحديث الولادة، مهم جدا رقم واحد ان راس الطفل تشكل مساحة كبيرة جدا من مساحة الجسم بالنسبة للأطفال، وبالتالي أمر واجب إن احنا بنغطيها بالنسبة لحديث الولادة. ده أولا. رقم اتنين، طب نغطيها بصفة دورية؟ ممكن نغطيها متواصل، بس الأساس بالنسبة لنا إن أنا باخد بالي من الأستك اللي هو بيبقى موجود معايا أو موجود معاها علشان خاطر ما يقفلش على الراس، وفي نفس الوقت ما يجيش حد لذيذ يقول أصل احنا بنعملها كده، فالأستك بيجي عشان خاطر يضغط على الودان. أصلها الودان اللي هو المفرطحة سنة صغيرة والكلام ده كله ممكن تجيب فايدة وممكن ما تجيبش فايدة. في مشاكل صغيرة كده، ولكنها مشاكل صغيرة في العدد ولكنها كبيرة في التأثير على العيل، ألا وهي الطاقية ذات نفسها لو اتحطت كده هتضايق العيل وهيقعد يصرخ، لو نزلت على عينيه هتبهدله، لو نزلت على مناخيره كتمت نفسه فممكن العيل يحصل له لا قدر الله موت مفاجئ. فبنقول لحضراتكم الطاقية اللي انت هتلبسيها لعيلك نصيحة ما تلبسهالوش ساعة النوم، ما تلبسهالوش غير وانت شايلاه وهتقعدي تتحركي والكلام ده كله. لما تلاقيه بيبكي فكيها عنه، لما نيجي نخرج ممكن يلبسها واحنا ملبسينها له نتاكد ان الاستك بتاعها ما يبقاش ضيق بزياده عشان خاطر ما يضايقوش، وفي نفس الوقت ما تستخدمش بزياده فتره طويله فما تعملش تسلخات في المنطقه دي. ولو طفلك انت ما بتعرفيش تبص على الحته دي او انت ما سمعتليش فيديو قبل كده بيقول لك قومي بص على ورا الودان، قومي بص على ورا الودان، لان العرق اللي بزياده ممكن يتسبب لها في تسلخات فطريه، والتسلخات الفطريه بتاخد لها وقت في العلاج وبتبقى بايخه وريحتها وحشه، وممكن وانت بتغيري عليها كمان تلاقيها جايبه دم، وساعتها العلاج بتاعها بيبقى مضاد حيوي ومضاد فطريات وغيار ببتادين ونظافه اول باول وغسيل وتهويه، وساعتها هنشيل الطاقيه ونرميها. علشان كده من مكاني ده انا بقول لحضرتك الطاقيه او البندانه ممكن تلبسيها في اي وقت لطفلك، ولكن اوقات النوم اوعي 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 زي ما احنا بنقول ما تغطيش العيل الصغير بالكفر بتاعه اكتر من المنطقه اللي من تحت دي، ولو طفلك لابس قطع كتيره حاولي ما تغطيهوش، ولو انت هتقعديه في كرسيت ولا الكلام ده كله ما تغطيش عليه بزياده بفرش علشان خاطر ما تضايقوش في النفس. ونفس الكلام برضو البافيتا هنعمل لها فيديو كبير علشان خاطر الناس تاخد بالها منه، لان ببساطه جدا اي حاجه بتيجي على نفس البني ادم، يعني احنا ككبار الماسك لو احنا مش متعودين عليه او المنتخبات لو هم لسه جداد هتحس انهم مضايقهم وقاطع نفسهم مش قادرين. ونفس العلقه اللي احنا موجودين فيها الجيوب الانفيه مخليه البني ادم حاسس بمناخيره بزياده وحاسس بحرقان فيها ومش قادر يتنفس ومش قادر يعيش حياته. فهو ده نفس الكلام، البندانه ان جت هنا هتضايق العيل باستكها، ان جت هنا هتعمل له تسلخات، ان جت هنا مش هتخليه يعرف يظبط راسه فهتلاقيه كل شويه عمال متضايق وعايز يرفع، ولو هي نزلت على مناخيره هيبقى حساس الغرقان وهيقعد يرفص، وساعتها هيبقى مش قادر ياخد نفس وممكن ثانيه 2 3 هتلاقي العيل فطس. بعد الشر بنأكد على حضرتك في حاجه جميله جدا، انت عايزه تتصوري بالنونو وعايزه تاخدي معاه سيلفي وعايزه تعملي حاجات حلوه، لبسي الطاقيه ولبسي الجوانتيين ولبسي السالوبيت وسيبي رجليه مكشوفه سنه صغيره سيكه، ما تلاقيش مش هيبرد منها والحمام الاخضر ملوش علاقه. انا عمال اجيب مواضيع مهمه جدا وكلام يهمك وانت بتفكري فيه، ولكن الطاقيه بتاعت الاطفال ما تلبسهالوش وانت مش موجوده جنبه، ما تلبسهالوش وانت هتغيبي وتروحي في النوم وانت جنبه. اشوفك على خير والف حمد لله على سلامه الانسه موده بنت واحد حبيبي.